ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم بفيديو جديد بعد غياب طويل جدا. النهارده هنرجع نشتغل فستان كروشيه مناسب للاطفال جدا. الفستان عباره عن صدر مربع من فوق، وطبعا الشكل النهائي من تحت. طيب هنعمله ازاي؟ دي تقسيمات الصدر المربع. مثلا لو عملنا 64 سلسله هيتقسم 16 و16 و16 و8 و8، تمام، زائد 4 سلاسل. 4 سلسلة دي للكورنر اللي عندنا، تمام. بس وهكذا لو عملنا 72. طيب اصلا التقسيمات ازاي بتتقسم عامة؟ لو احنا عايزين نعمل مقاسات غير دي بنعمل مثلا سلاسل بتبقى القسمة على 4، تمام. بعد ما بتبقى القسمة على 4 زي مثلا 80 سلسلة وليكن يعني، بنقسمها ازاي؟ بنقسم مثلا هنا 10 و20 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 و10، تمام. وفي 4 سلسلة. 4 سلسلة دي للزوايا، تمام. بس المهم الرقم اللي احنا هنعمله يبقى قابل للقسمة على 4 زائد 4 سلسلة، تمام، ايا كان بقى الرقم، تمام. والسلاسل دي يعني بتختلف معانا من حسب سمك الخيط او حسب المقاس او كده، ماشي. بس انا النهاردة هعمل معاكم 48 سلسلة زائد 4، تمام. هعمل المقاس ده. انا هستعمل في الفستان ده خيط باريس، تمام. وهستخدم معاه ابرة مقاس 2.5 ملم، تمام. بس في الفيديو ده هشتغل بخيط عشان يعني الخيط ده بس كده عقبال ما نخلص صدر المربع، اوكي. وهستخدم معاه ابرة مقاس 3 ملم اهي، تمام. يلا نبتدي. هعمل عقدة البداية، تمام. وهشتغل 48 سلسلة. 1 2 3 4. هشتغل وارجع لكم. اشتغلت 48 سلسلة وهنعمل فوقيهم 4 سلسلة. 1 2 3 4. طيب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنرتفع سلسلتين، 1 2. هنعدي ادي 1 2 وهنخش في التالتة. 1 2 نخش في التالتة، نعمل فيها عمود بلف، تمام. ده اول عمود. السلسلتين اللي احنا سبناهم دول مش هنعتبرهم عمود، وهنعتبر العمود ده اللي هو في السلسلة التالتة اللي احنا لسه عاملينه ده، تمام. هنشتغل بقى قد ايه؟ هنا هنبتدي نشتغل 6 عواميد. ادي ده تاني عمود، التالت، الرابع، الخامس، والسادس، تمام. ادي دول 6 عواميد. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الكورنر الاول اللي هو السلسلة دي، هنعمل فيها عمودين، ادي 1 2. بعد كده هنشتغل سلسلة، وفي نفس الغرزة هنعمل برضو عمودين، دي 1 2. وده الكورنر الاول. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل بعد كده 12 عمود بلفة. هعمله وهرجع لكم. انا هنا كده اشتغلت 12 عمود بلفة، وهنبتدي نعمل الزاوية التانية. ادي 1 2 في نفس الغرزة، تمام. هنشتغل سلسلة، وفي نفس الغرزة هنعمل برضو عمودين بلفة، 1 2. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ دي تاني حاجة عملناها، والكورنر بتاعها هنعمل برضو 12 عمود بلفة، وهرجع لكم ما نيجي نعمل الكورنر التالت.
اشتغلت 12 عمود كمان. هنعمل بقى الزاوية التالتة ازاي؟ برضو بنفس الطريقة، هنخش في السلسلة اللي بعديها، هنعمل عمودين بلفة، دي 1 2، بعد كده سلسلة برضو عمودين بلفة في نفس الغرزة. تمام، دي الزاوية التالتة. طيب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ نفس الحاجة هنمشي بالظبط. دي الزاوية التالتة، هنعمل 12 الزاوية وبعد كده 6. هعمل نفس الطريقة بالظبط وهرجع لكم. انا خلصت اهو لحد اخر السطر. بصوا بقى شكله عامل ازاي اهو. المفروض لما يتني هيبقى يعني شكله كده. اوكي، طيب هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع سلسلتين، ادي 1 2، وفي نفس الغرزة اللي هي دي هنشتغل عمود بلف، وادي كده ايه اول عمود. السلسلتين دول مش بنحسبهم ارتفاع. تمام، هنشتغل عمود بلفة في كل عمود يقابلنا لحد اما نوصل للزاوية دي، وهقول لكم هنعمل ايه. انا كده اهو وصلت للزاوية اهو زي ما انتم شايفين. طيب هنعمل ايه؟ هنشتغل هنا في اول عمود عمود عادي، والعمود ده برضو هنشتغل فيه. في السلسلة اللي احنا عملناها في السطر اللي قبليها هنخش وهنعمل عمودين بلفة، ادي 1 2. تمام، سلسلة عمودين في نفس الغرزة. تمام، هنبتدي بقى نشتغل عادي جدا برضو عواميد فوق، وفي كل زاوية هنعمل عمودين سلسلة عمود. هعمل لحد الزاوية التانية وهرجع لكم. وصلت اهو للفراغ التاني، هنعمل فيه عمودين، 1 2، سلسلة عمودين، 1 2. تمام، العمود اللي بعديها هنشتغل عمود بلفة، وهنفضل شغالين برضو عواميد بلفة لحد الزاوية اللي بعديها. وصلت اهو للزاوية اللي بعديها، هنعمل فيها عمودين، 2 اهو، سلسلة عمودين. وهنشتغل عمود فوق كل عمود. لحد لما نوصل للزاوية الأخيرة، وبرضه هنعمل فيها عمودين سلسلة عمودين لغاية آخر السطر. وصلت اهو لآخر السطر، هشتغل معاكم آخر عمودين. ادي أول عمود، دول السلسلتين اهو بتوع السطر اللي قبليهم مش هنشتغل فيهم. اوكي، يبقى ده كده وصلنا لآخر السطر. هنرتفع سلسلتين وهنشتغل في العمود ده اللي هو الأخير عمود بلفة اهو. وهنشتغل بقى في كل عمود فوقيه عمود بلفة 1 برضو، لغاية اما نوصل للكورنر ده. وصلنا للزاوية الأولى، هنشتغل فيها عمودين سلسلة عمودين، دي 1 2،
سلسلة عمودين في نفس الغرزة اهو. تمام. بعد كده بقى في كل عمود بلفة هنعمله هيبقى فوقيه برضو عمود بلفة، يعني كل عمود هنشتغل فوقيه عمود بلفة واحد، مش هنعمل فيه تزايد اصلا. تمام. بس يعني بنعمل ايه بقى؟ زي ما انتم شايفين كده في كل زاوية بنعملها اللي هي دي مثلا، الزوايا دي بنشتغل فيها عمودين سلسلة عمودين، وباقي العواميد بنكمل فيها عواميد عادي، وهكذا بنفضل نشتغل بنفس الطريقة بالظبط. في بداية السطر بنشتغل سلسلتين وبنلف الشغل وبنشتغل في نفس العمود اللي هو اخر عمود اشتغلناه عمود بلفة. تمام. ومش بنعتبر السلسلتين دول عمود واحد، لا، بنعتبرهم ان هو مجرد ارتفاع بس. تمام. وبنفضل نرتفع كده بالسطور لغاية اما نوصل للطول المناسب. بصوا انا كده وصلت للمقاس المطلوب اهو، ده بقى شكله، دي فتحة الكم. طيب هنعمل ايه؟ هنرتفع سلسلتين، واحد اتنين، هنلف الشغل. في اول عمود هنشتغل عمود بلفة، وتاني عمود برضو عمود بلفة، وفي تالت عمود برضو عمود بلفة، وهنفضل شغالين عواميد بلفة لحد لما نوصل للزاوية. انا وصلت اهو للزاوية الاولى، هندخل فيها ونعمل عمودين بلفة، دي واحد اتنين. تمام. طيب احنا عايزين نقفله بالكم التاني. عندنا حلين. لو الحل الاول، لو احنا مثلا اللي هو الصدر موصلش للمقاس المطلوب، مثلا احنا عايزين مثلا ان الصدر هنا العرض من الصدر اللي قدام يبقى مثلا 50 سنتي. تمام. واحنا فاضلنا مثلا 2-3 سنتي عبال ما يوصل لها. طيب هنعمل ايه بقى في الخطوة دي؟ ساعتها هنرتفع زي ما انتوا حابين السلاسل، مثلا سلسلتين او 3 او مثلا 4-5 براحتك. تمام. وبنقفل ازاي؟ بنقفل هنا كده اهو، وبنشتغل هنا عمودين بلفة اهو، وبنكمل بقى، يعني بنكمل عواميد بلفة عادي جدا، وكده بنكون قفلنا فتحة الكم. تمام. لو احنا بقى وصلنا للمقاس المطلوب بنعمل ايه؟ فوق كده بس. لو احنا وصلنا للمقاس المطلوب هنعمل ايه؟ مش هنرتفع سلاسل اصلا، هندخل على طول هنا وهنعمل عمودين بلفة اهو، زي ما انتم شايفين كده. دي بقت فتحة الكم. ده لو احنا وصلنا لطول اللي هو عرض الصدر المناسب وعرض الكتف وكل حاجة. تمام. وهنفضل نشتغل عواميد بلفة فوق كل عمود عمود بلفة لغاية اما نوصل للكم التاني. انا هنا وصلت للكم التاني. هنعمل ايه؟ في الفراغ ده هنشتغل عمودين التاني. لو انتوا مثلا مرتفعين بعدد سلاسل معينة، الناحية التانية في الكم التاني هترتفعوا نفس عدد السلاسل في الكم التاني برضو. بس لو انتوا مش مرتفعين فخلاص هنقفل الناحية التانية اللي هو الكم. في الفراغ التاني او الكورنر التاني هنعمل عمودين بلفة، واحد
2. تمام. وهنكمل باقي السطر عادي فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. هكمل اخر السطر وارجع لكم. انا وصلت هنا لاخر السطر، بس اخر السطر هنسيب اخر غرزتين. ليه؟ علشان احنا هنقفل بحيث يعني هو عارفين اللي هو تبقى زي عشان نركب زراير يعني. هنيجي هنا في اول السطر الناحية التانية اهو، هنقفل بغرزة منزلقة. بقت بالمنظر ده. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنرتفع سلسلتين، وفي كل غرزة هتقابلنا هنعمل فيها غرزة عمود. بس قبل ما نكمل هوريكم بس شكلها بقى عامل ازاي. ده شكل الصدر المربع، دي فتحة الكم، ودي المفروض لما بعد ما نخلص هنحط هنا زراير وهنقفل بيها كده. تمام. هوصل ل هنا وهرجع لكم. انا وصلت هنا للكم الاول اهو، هشتغل معاكم بس الغرزة دي، ودي الغرزة بتاعت العمود. بس احنا لو كنا هنا عاملين سلاسل كنا هنعمل ايه؟ كنا هنشتغل فوق كل غرزة سلسلة هنشتغل فيها عمود عادي جدا، كأننا بنبتدي من اول الشغل خالص. تمام. ولكن هنا عشان انا مش عاملة سلاسل فهنشتغل عادي جدا فوق كل عمود بلفة عمود بلفة اهو زي ما انتم شايفين كده. طيب هنعمل ايه؟ هنفضل شغالين بنفس الطريقة فوق كل عمود بلفة عمود بلفة لغاية آخر السطر. وبعد كده هنفضل شغالين هنرتفع سطور برضو، يعني بعد ما نقفل السطر هنا بغرزة منزلقة هنرتفع سلسلتين، وفي نفس الغرزة اللي قفلنا فيها هنعمل عمود بلفة، وهنفضل رايح جاي شغالين عواميد بلفة لغاية الوسط مثلا، يعني لغاية لما انتوا تبقوا حاسين ان لا كده كفاية وهنبتدي نعمل الشكل اللي من تحت. انا هعمل مثلا من هنا كده لحد الاخر بتاع 20 سنتي كده حوالي. تمام. لعمر سنتين فهعمل ده 20 سنتي وهرجع رجعت لكم بعد ما خلصت الطول اللي انا شايفاه مناسب. هقول لكم بالظبط هو طول قد ايه. هو طوله حوالي 21.5 سنتيمتر. تمام. طيب هنبتدي بقى نشتغل في شكل الجيبة من تحت او شكل الفستان من تحت. اول حاجة هنعملها في السطر ده هنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. هنعمل ايه؟ هنعتبر اول 3 سلاسل ده اول عمود بلفة. تمام. والسلسلة دي سلسلة ارتفاع، هنسيب 1 وهنخش في التانية نعمل عمود بلفة. تمام. ده خلاص دي ما اشتغلناش فيها. ليه؟ لان احنا اعتبرنا ان ال3 سلاسل اللي احنا ارتفعناهم دول اول عمود. تمام. هنعمل سلسلة وهنسيب غرزة وهندخل في التانية هنعمل فيها عمود بلفة تاني. هنرتفع سلسلة هنسيب غرزة وهنخش في اللي بعديها وهنعمل عمود بلفة، سلسلة عمود بلفة. تمام. هنفضل شغالين كده طول السطر وهرجع لكم. رجعت لكم هنا بعد ما خلصت السطر. تمام. طيب المفروض بعد ما نخلص السطر نعد عندنا كام غرزة، يعني نعد العمود والسلسلة والعمود والسلسلة على مدار السطر. تمام. المفروض يبقى عندنا العدد بيتقسم على 9. طيب لو ما عندناش هنعمل ايه؟ انا مثلا هنا عندي عدد الغرز 113 سلسلة. طيب اعمل ايه عشان يوصلوا انهم يقبلوا الاسم على 9 اللي هي تقريبا 117؟ هنعمل ايه؟ انا كده ناقصني حوالي 4 غرز. تمام. طيب
انا هنا كده حطيت يعني تقريبا الغرز هنا، استنوا اهو تمام. انا حطيت هنا تقريبا بالتساوي، يعني يبقوا في النص كده من كل حاجة، في النص هنا وفي النص هنا وهنا، تمام. احنا هنعمل سطر علشان سطر غرزة حشو، علشان نقدر نعمل سطر بحيث يعني عدد الغرز بتاعته تقبل الاسم على 9. طيب هنعمل ايه؟ هنرتفع سلسلة، تمام، وهنعمل في نفس الغرزة غرزة حشو، في الفراغ غرزة حشو، في العمود غرزة حشو، وحشو في العمود، بالفراغ، تمام. هنفضل شغالين غرز حشو في الفراغ غرزة حشو، وفي العمود غرزة حشو لغاية اما نوصل للعلامة. انا وصلت لها اهو، انا كده وصلت، تمام. لو عايزين تحطوا اللي هي الماركر، لو عايزين تحطوه في الفراغ براحتكوا، في العمود براحتكوا، عادي. انا حاطاه في الفراغ. هنعمل في الفراغ ده غرزتين حشو، هنعمل 2 حشو في نفس الغرزة، تمام. هنعمل ايه في العمود؟ هنعمل غرزة حشو، في الفراغ غرزة حشو، وهكذا. يعني السطر ده باختصار اي حتة حاطين فيها ماركر هنعمل فيها 2 غرزة حشو، يعني هنفضل شغالين غرز حشو كل حاجة فوقيها غرزة واحدة، ما عدا اللي فيها الماركر هنعمل فيها غرزتين حشو بدل واحدة. هخلص السطر وهرجع لكم. انا هنا خلصت السطر. هنعمل ايه؟ وقفلت بغرزة منزلقة في اول غرزة عملناها، تمام. هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهنعمل في الغرزة اللي بعديها دي، هنعتبر ال3 سلاسل دول بمثابة عمود بلفة. هنخش في الغرزة اللي بعديها وهنعمل فيها عمود بلفة، تمام. هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3، هنسيب 2 عمود بلفة، 1 2، وهنخش في اللي بعديها هنعمل دي 1. بعد كده هنرتفع 3 سلاسل، هنسيب 2 1 2، وهنخش في التالتة هنعمل 1 2 سلسلة. في العمود اللي بعده هنعمل 1 2، تمام. طيب اهو، اول حاجة عملنا 3 سلاسل، دخلنا في اللي بعديها عملنا عمود بلفة، عملنا 3 سلاسل، سيبنا من تحت 2، وفي التالتة عملنا عمود بلفة، عملنا 3 سلاسل وسيبنا 2، وعملنا 4 عواميد بلفة 2 وفاصل ما بينهم سلسلة. بعد كده هنشتغل 3 1 2 3، ادي 1 2، وهنخش في اللي بعديها هنعمل عمود بلفة، هنرتفع 3 سلاسل في اللي بعديها، مش في اللي بعديها يعني، هنعمل اسكيب ل2 1 2 3، ندخل في التالتة سوري، هنعمل 4 عواميد، 1 2 سلسلة، في اللي بعديها برضو هنعمل عمود، في اللي بعديها برضو عمود. نشيل ده، بس كده ده اللي احنا هنعمله. هنعمل ايه تاني؟ 3 سلاسل، هنعمل سكيب ل2 غرزة، هندخل في التالتة هنعمل فيها عمود بلفة، 3 سلاسل مش سلسلتين، هنسيب 2 من تحت، هنخش في التالتة هنعمل برضو 4 عواميد الفاصل ما بينهم سلسلة، 2 سلسلة، واللي بعديها عمود، وفي اللي بعديها برضو عمود اهو.
هنفضل شغالين بنفس الطريقة لغاية نهاية السطر. انا اهو وصلت لاخر السطر. هنرتفع بس 3 سلاسل، هنسيب 2 وهنعمل في اخر غرزتين فوق كل غرزة عمود بلفة. شايفين؟ سلسلة، وهنقفل في العمود التالت في قصدي السلسلة التالتة بغرزة منزلقة. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلاسل، هندخل في العمود اللي بعديها هنعمل عمود بلفة اهو. شايفين؟ هنرتفع 3 سلاسل تاني، هنخش في العمود ده، شايفين اللي في النص ده، وهنعمل فيه عمود سلسلتين عمود بلفة في نفس المكان. ادي واحد، العمود الاولاني سلسلتين، وفي نفس العمود غرزة عمود بلفة. تمام. هنرتفع 3 سلاسل. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل فوق كل عمود عمود بلفة، والسلسلة دي هنعمل برضو فيها سلسلة. يعني ايه؟ هنعمل اهو عمود بلفة، عمود بلفة، تاني عمود برضو عمود بلفة، هنرتفع سلسلة وهنسيب السلسلة دي، هنخش في العمود اللي بعديها هنعمل برضو عمود بلفة، في اللي بعده عمود بلفة. شايفين؟ وهنكرر. يعني هنرتفع 3 سلاسل، في العمود ده هنعمل فيه عمود 3 سلاسل عمود في نفس الغرزة. تمام. هنرتفع، لا قصدي هنا هنعمل سوري سلسلتين مش 3. تمام. في نفس الغرزة برضو عمود بلفة، 3 سلاسل، وفوق كل عمود من الأربعة دول هنعمل فوقهم عمود، والفاصل اللي ما بينهم سلسلة، هنعمل برضو نفس الفاصل اللي هو سلسلة. وهنفضل نكرر لآخر السطر بنفس الطريقة. فوق العمود ده هنعمل برضو عمود سلسلتين عمود بلفة في نفس المكان، وما بين كل فاصل والتاني 3 سلاسل. هعمله وهرجع لكم. وصلت اهو لآخر السطر. هنعمل بس 3 سلاسل، 2 3 في العمودين الأخرانيين، نعمل فوق كل عمود عمود، 2. بعد كده هنعمل سلسلة وهنقفل السطر في تالت غرزة سلسلة معانا. تمام. ده بقى شكلها. طيب هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلاسل، في العمود اللي بعديها هنعمل عمود. تمام. هنشتغل 3 سلاسل. شايفين حرف الفي ده؟ هنخش في العمود ده هنعمل فيه 3 عواميد بلفة في نفس المكان، 2 3. اوكي. هنرتفع سلسلتين، في الفراغ ده هنعمل عمود، سلسلتين، في العمود التاني بتاع حرف الفي هنعمل فيه 3 عمود في نفس الغرزة، 1 2 3. تمام. هنرتفع 3 سلاسل، وهنا هنعمل فيهم زي كل سطر اللي هو عمودين سلسلة عمودين. تمام. سلسلة، في العمودين التانيين هنعمل عمودين اهو. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ بس كده هو ده التكرار بتاع السطر، او هو ده اللي هنعمله طول السطر. هنرتفع 3 سلاسل، في العمود الاول من حرف الفي هنشتغل فيه 3 عواميد بلفة، 2 3. سلسلتين، في الفراغ بتاع حرف الفي هنعمل فيه عمود، سلسلتين، هنعمل عمود في الحرف الفي التاني اللي هو العمود من الحرف الفي التاني، 2
3. تمام، هنرتفع 3 سلاسل، والاربع عواميد دي هنعمل عمودين، 1 2 سلسلة، عمودين. وده اللي هنعمله طول السطر. هنعمل ايه؟ هنرتفع بعد كده 3 سلاسل في العمود الاول من حرف الفي، هنشتغل 3 عواميد في نفس الغرزة، وبعد كده هنرتفع سلسلتين في الفراغ بتاع حرف الفي، هنعمل عمود بلفة، بعد كده سلسلتين، وفي ده اللي هو حرف الفي العمود التاني فيه هنعمل برضو 3 عمود بلفة، بعد كده هنرتفع 3 سلاسل وهنشتغل 4 عواميد، وهنفضل شغالين بنفس التكنيك او بنفس الغرز لغاية اخر السطر. هعمله وهرجع لكم. انا اهو وصلت لنهاية السطر. هنرتفع بس 3 سلاسل في العمودين الاخرانيين دول، هنعمل في كل عمود بلفة. تمام، هنرتفع سلسلة وهنقفل في الغرزة التالتة او في السلسلة التالتة بغرزة منزلقة. تمام، هنرتفع 3 سلاسل، في اللي بعديها هنعمل عمود بلفة. تمام، بعد 3 سلاسل في العمود اللي بعديه عملت عمود بلفة، هنرتفع سلسلتين، 1 2، وهنا هنعمل عمود بلفة، في اللي بعديها عمود بلفة، في اللي بعديها برضو عمود بلفة، كده 3 عواميد بلفة. هنعمل ايه في السطر ده؟ 2، هنرتفع سلسلتين هنا وهنعمل غرزة حرف الفي، 2. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا سلسلتين عمود بلفة، سلسلتين عمود بلفة في نفس الغرزة. هنرتفع سلسلتين والتلات سلاسل التلات عواميد اللي هنا هنعمل فوق كل عمود عمود. تمام، هنرتفع سلسلتين وفوق الاربع عواميد كل عمود فوقيهم زي باقي السطور اللي هي عمودين، سلسلة عمودين، سلسلة عمودين بلفة، 1 2. تمام، هنكرر بقى اللي احنا عملناه هنا. هنرتفع سلسلتين، 1 2، فوق كل عمود من التلاتة هنعمل فوقيه عمود، 2 3. تمام، سلسلتين في العمود اللي في النص هنعمل حرف الفي، عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. هنرتفع سلسلتين في الثلاث غرز دول، هنعمل فوق كل عمود عمود، 2 3 بالشكل ده. هنمشي بنفس الطريقة وهخلص سطر وهرجع لكم. طيب هنا انا وصلت لبداية السطر، ارتفعت 3 سلاسل وفي العمود اللي بعديه عملت عمود عادي. طيب هنرتفع سلسلتين وهنبتدي نقفل الثلاث عواميد دول ببعض. ازاي؟ هنخش في اول عمود، نطلع من اول لفتين بس وهنسيب دول معانا على الابرة، هنلف لفة تاني، هندخل هنا في العمود التاني هنطلع لفتين بس، هيتبقى لنا 3 حلقات. في التالت هنطلع من لفتين، هيتبقى لنا 4 حلقات على الابرة، هنطلع منهم كلهم. هنرتفع سلسلتين في العمود اللي هو حرف الفي، هنعمل فيه 3 عواميد بلفة في نفس الغرزة، 2 3. بعد كده هنرتفع سلسلتين في الفراغ ده، هنعمل عمود، سلسلتين في العمود ده هنعمل 3 عواميد بلفة، 2 3. تمام، بعد كده هنرتفع سلسلتين ودول هنقفلهم برضو بنفس الطريقة. دي 1 2 3، هيتبقى لنا 4 حلقات على الإبرة، هنطلع منهم كلهم. هنرتفع سلسلتين وهنا ال4 حلقات
الأربع قصدي عواميد هنعملهم برضو 4 عواميد وما بينهم فاصل سلسلة 3 4. تمام. هنشتغل بنفس الطريقة دي لنهاية السطر. أنا هنا خلصت السطر وهنبتدي في السطر اللي بعديه. ارتفع ب3 سلاسل، في اللي بعديه عمود هنرتفع بسلسلتين، هنعدي الغرزة دي اللي احنا قفلناها السطر اللي فات، هنعمل في ال3 عواميد فوق كل عمود غرزة عمود 2 3. شايفين؟ بعد كده هنرتفع سلسلتين في العمود اللي في النص، هنعمل عمود سلسلتين عمود في نفس الغرزة، سلسلتين في ال3 عواميد فوق كل عمود غرزة عمود. تمام. سلسلتين هنعدي دي، وفي ال4 عواميد هنعمل 4 عواميد بلفة عادي، والفاصل ما بينهم سلسلة سلسلة، ادي 3 ادي 4. تمام. هنرتفع سلسلتين، هنعدي غرزة الكلاستر دي، وفي ال3 عواميد هنعمل فوق كل عمود عمود، سلسلتين في العمود ده هنعمل عمود، سلسلتين عمود، نرتفع سلسلتين فوق ال3 عمود، 3 عواميد دي كل عمود فوقيها عمود اهو. تمام. وهنفضل شغالين بنفس الطريقة دي لنهاية السطر. انا هنا كده وصلت لنهاية السطر، شايفين ده شكلها. تمام. طيب بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنكرر السطر الخامس والسادس اللي هما دول، ده وده تاني. يعني السطر الجاي هنعمل السطر اللي فيه غرزة الكلاستر دي، يعني السطر الجاي هناخد ال3 عواميد في غرزة واحدة، لما يتبقى 4 لفات على الإبرة هنسحبهم كلهم مرة واحدة، وفي النص هنعمل نفس الحاجة بالظبط. تمام. يعني هنفضل نكرر السطرين، آخر سطرين دول اللي احنا عملناهم مع بعض لحد الطول اللي انتوا عايزينه، ولكن خلي بالكم ان احنا في 9 سطور في النهاية. ده هيبقى نهاية الفستان. بمعنى لو انتوا مش عارفين تقيسوها ازاي، فانا هقول لكم فكرة حلوة بعملها، يعني عشان لو مش عارفة. بجيب المتر ماشي، وافرد الفستان واشوف احنا لحد الان عملنا 1 2 3 4 5 6 7، عملنا 7 سطور. تمام. احنا المفروض اخر سطر هيتبقى 9 سطور، يعني لحد هنا كده. فهنروح جايين من اول التاسع كده لحد الاخر، يعني حوالي 12 سنتي، حوالي 12 سنتي. يعني هناخد مثلا طول الفستان اللي انتوا عايزينه، ولكن نقصوا منه الطول اللي طلع لكم من السطر ده لحد اللي احنا ما اشتغلنا منه. تمام. انا طلع معايا 12 سنتي، هاخد الطول اللي انا عايزاه وبعد كده اماينص منه ال12 سنتي وهرجع لكم. انا هنا وصلت للطول المناسب، هي طولها بالظبط 36 سنتي، وكنت سايبه قلتلكوا 12 سنتيمتر علشان عندي ال9 سطور الاخرانيين اللي احنا هنعملهم بياخدوا حوالي 12 سنتي. ف قست على البنوتة من الكتف لحد طول الفستان اللي احنا عايزينه، وماينصت منهم 12 سنتي. تمام. وصلت حاليا لطول 6 أو 37 سنتي كده تقريبا. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هقول لكم بالظبط انا عملت ايه الاول. عملت ادي سنبله، ادي 1 2 3 4 ودي ال5. تمام. هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هنشتغل في اخر 9 سطور عندنا في الفستان. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلاسل.
تمام. هنشتغل في العمود اللي بعديها عادي، عمود بلفة. هنرتفع 3 سلاسل المرة دي. شايفين دي هنقفلها بغرزة الكلاستر، 1 2 3. هيبقى لنا 4 لفات هنطلع منهم كلهم. هنرتفع سلسلتين. تمام. هندخل في دي اول عمود من حرف ال V، هنعمل 3 عواميد عادي زي باقي السطور بالظبط. سلسلتين، 1 2. هندخل في النص وهنشتغل عمود، سلسلتين في الحرف ال V التاني هنعمل 3 عواميد في نفس الغرزة. تمام. هنرتفع سلسلتين وهنقفل برضو حرف التلات عواميد دول ببعض، 1 2 3. هنقفلهم كلهم. هنرتفع بقى 3 سلاسل وهندخل هنا هنعمل عمودين بلفة، 1 2. الجديد هنا ايه بقى؟ ان احنا عملنا هنا 3 سلاسل وهنا 3 سلاسل برضو، وهنا بدل ما نعمل سلسلة هنعمل سلسلتين، 1 2 اهو. تمام. وده الجديد في السطر، ان احنا عملنا هنا 3 سلاسل وهنا 3 سلاسل، وهنا بدل ما عملنا سلسلتين بدل ما عملنا سلسلة عملنا سلسلتين، وهنكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر. انا هنا خلصت السطر وارتفعت ب3 سلاسل وعمود بلفة. هنعمل ايه في السطر ده؟ هنرتفع 3 سلاسل. تمام. هنسيب الغرزة دي وهنخش هنا هنعمل 3 عواميد بلفة، ادي 1 2 3. طيب هنعمل ايه؟ هنرتفع سلسلتين وهنعمل فوق العمود ده 3 عواميد بلفة في نفس الغرزة، 1 2 3. سلسلتين فوق ال3 عواميد، هنعمل كل واحد فيهم يعني فوق كل عمود هنعمل فيهم عمود. سلسلتين 3 سوري. هنخش هنا هنعمل عمود في اللي بعديه عمود، سلسلتين وهنخش في الفراغ ده هنعمل فيه عمود، سلسلتين عمودين بلفة. تمام. يبقى هنعمل ايه تاني؟ 3 سلاسل وهنعمل سكيب لدي، نخش هنا هنعمل 3 عواميد، وهكذا. يعني ايه؟ هنعمل بعد كده سلسلتين وفي العمود ده هنعمل فوقيها 3 عواميد، سلسلتين 3 عواميد فوق دول، سلسل 3 سلاسل، وهنكمل هنا هنعمل فوقيهم عمودين بلفة، سلسلتين في الفراغ ده هنعمل فيه عمود بلفة، سلسلتين عمودين بلفة، وهنفضل ماشيين بنفس الحاجة لنهاية السطر. انا هنا كده خلصت السطر وارتفاع ب3 سلاسل وبعديها في الغرزة اللي بعديها عمود بلفة. هنرتفع سلسلتين في ال3 عواميد دول هنقفلهم، 1 2 3. هتبقى لنا 4 لفات هنطلع منهم كلهم. هنرتفع 3 سلاسل في الغرزة دي، في ال3 سلاسل في ال3 غرز دول هنعمل فوق كل عمود عمود بلفة، 2 3. تمام. 3 سلاسل ودول هنقفلهم مع بعض في نفس الغرزة، 1 2 3. هنرتفع سلسلتين في العمودين دول هنعمل فوق كل عمود عمود بلفة، 2
في العمود اللي في النص ده هنرتفع 3 سلاسل وهنعمل فوقيه عمودين بلفة، 1 2 3 سلاسل في العمودين دول، كل عمود هنعمل فوقيه عمود بلفة، 2 هنرتفع 3 سلسلتين وهنكرر نفس الشغل اللي احنا عملناه هنا اهو شايفين. هخلص السطر وارجع لكم. انا هنا خلصت السطر وارتفعت 3 سلاسل وعملت عمود. هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلاسل، هنسيب الفراغ ده، هنخش هنا هنعمل غرزة حشو، 3 سلاسل، هنقفل دي ال3 عواميد في نفس الغرزة، 1 2 3 4 حلقات هنطلع منهم كلهم، 3 سلاسل، هندخل هنا هنعمل غرزة حشو، 3 سلاسل، العمودين دول هنخش فيهم ونعمل عمودين بلفة عادي اهو. بعد كده 3 سلاسل في العمودين دول، اول عمود هنعمل فيه عمودين في نفس الغرزة اوكي. وبعد كده هنرتفع سلسلتين وفي نفس الغرزة كمان هنعمل عمود، العمود اللي بعديه هنعمل عمود، سلسلتين وفي نفس الغرزة 2 عمود تمام. بعد كده هنرتفع 3 سلاسل في العمودين دول هنعمل عمودين بلفة عادي، 1 2 تمام. ده شكلها وهنفضل نكرر بنفس الطريقة. هنرتفع برضو 3 سلاسل، هنخش هنا هنعمل غرزة حشو وهنكمل تمام. هكمل السطر وارجع لكم. انا هنا كده خلصت السطر وارتفاع ب3 سلاسل وعمود بلفة. هنعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4 تمام. شايفين الغرزة اللي فوق الكلاستر دي اللي هي الغرزة نفسها هندخل فيها وهنعمل غرزة حشو تمام. هنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4 هنخش هنا وهنعمل عمودين بلفة، 1 العمود الأول التاني. بعد كده هنرتفع 3 سلاسل في المروحة دي هنعمل في أول عمودين، أول واحد وتاني عمود في نفس الغرزة تمام، والتالت في الغرزة اللي جنبها اهو، وهنطلع منهم كلهم تمام. هنرتفع 3 سلاسل، هنعمل غرزتين مش 3 تمام. العمودين اللي في النص هنخش في أول عمود هنعمل 3 عواميد في نفس المكان، 1 2 3 العمود اللي جنبه برضو 3 في نفس المكان، 1 2 3 تمام. كده بقى معانا 6 غرز. هنرتفع سلسلتين، نخش هنا في الأولى هنعمل حشو ايه سوري عمود بلفة، في اللي بعديه عمود في نفس المكان برضه عمود اهو. يبقى أول واحد ده كان عمود غير مكتمل، والتاني عمودين في نفس المكان برضه غير مكتمل، هنطلع منهم كلهم. هنرتفع 3 سلاسل والعمودين دول هنخش في كل عمود هنعمل عمود بلفة اهو. ده بقى شكلها. هنرتفع 4 سلاسل تاني، 1 2 3 4 في الغرزة الكلاستر نفسها هنخش هنعمل غرزة حشو، 4 1 2 3 4 هنخش هنا في العمودين دول هنعمل حشو عمود وفي اللي جنبه عمود
تمام. 3 سلاسل. في الأول هنعمل عمودين في نفس المكان غير مكتمل، والتاني عمود. هيتبقى لنا 4 لفات هنطلع منهم كلهم سلسلتين، وهنعمل هنا 6. دي 1 2 3 في أول عمود. العمود اللي جنبيه هنعمل برضو فيه 3. 1 2 3. هنرتفع سلسلتين في العمودين دول. نعمل العمود الأول عادي غير مكتمل، التاني هنعمل عمودين فيه غير مكتمل، هنطلع منهم وهنعمل 3 سلاسل. تمام. وهنعمل هنا عمودين بلفة. 1 2. وهنكمل بنفس الطريقة لغاية آخر السطر. أنا هنا ارتفعت ب3 سلاسل وعمود وعملت 3 سلاسل. هنعمل في غرزة الحشو دي هنا فيها غرزة حشو، هنرتفع 3 سلاسل في العمودين دول. هنعمل فوق كل عمود غرزة عمود. 1 2. تمام. بعد كده نرتفع 3 سلاسل فوق الغرزة دي، هنعمل فوقيها عمود بلفة. 3 سلاسل في ال6 عواميد اللي عندنا دول. هنعمل في كل غرزة عمودين بلفة، يعني هيبقى عندنا 12 عمود بلفة. 2 4. هخلصهم وارجع لكم. خلصتهم اهم، دول 12 عمود بلفة. هنرتفع 3 سلاسل في الغرزة دي، هنعمل فوقيها عمود بلفة. 3 سلاسل في العمودين دول. هنعمل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة. 1 2. تمام. هنعمل 3 سلاسل فوق غرزة الحشو دي، هنعمل فيها غرزة حشو. 3 سلاسل وفوق العمودين بلفة هيبقوا كل فوق، يعني كل عمود بلفة فوقيه عمود بلفة. 2. وهكذا هنفضل نكرر بنفس الطريقة. هخلص السطر وهرجع. انا هنا خلصت السطر وارتفعت ب3 سلاسل وعملت عمود بلفة. هنرتفع سلسلتين. 1 2. هنعمل في غرزة الحشو دي، نعمل فيها غرزة حشو تاني. هنرتفع سلسلتين، هنعمل في العمودين دول غرزتين عمود. 1 2. بعد كده هنرتفع 3 سلاسل. 3. هنشتغل هنا عمود في الفراغ ده. اوكي. 3 سلاسل. هنسيب العمود ده، هنشتغل في اللي بعده الفراغ اللي بعده عمود بلفة. هنشتغل 3 سلاسل. 2 3. هنبتدي نعمل زي تناقص كده، هقولكوا ازاي. ندخل في اول عمود، هنسيب لفتين، اخر لفتين على الابرة. هندخل في التاني، نسحب لفتين، نسيب 2. دي التالتة. هيتبقى لنا 4 لفات هنسحبهم كلهم. هنعمل 4 سلاسل. 1 2 3 4. في اللي بعديه نفس الكلام. ادي 1 2 3. نسحبهم كلهم. هنرتفع 4 سلاسل. 1 2 3 4. في اللي بعديهم نفس الكلام. 1 2 3 4 سلاسل. 1 2 3 4. آخر كلاستر 2 3. هنرتفع 1 2 3. شايفين ده بقى شكلها. تمام. هنخش هنا هنعمل عمود بلفة، سلسلتين، عمود بلفة، 3 سلاسل سوري، عمود بلفة.
هنشتغل 3 سلاسل، 1 2 3. في العمودين دول هنشتغل عمودين بلفة، 1 2 سلسلتين. غرزة الحشو دي هنشتغل فيها غرزة حشو، سلسلتين. العمودين دول هنشتغل فيهم عمودين بلفة. تمام. هنكمل بنفس الطريقة لغاية آخر السطر. خلصت السطر اهو. هندخل على السطر اللي قبل الأخير، لو السطر الثامن. ارتفعت زي كالعادة 3 سلاسل وعملت عمود. مش هنرتفع المرة دي، هنخش هنا هندخل، مش هنكمل عمود، وفي العمود اللي جنبه هيتبقى لنا 3 حلقات على إبرة هسحبهم كلهم. هرتفع 3 سلاسل، في الفراغ ده هعمل عمود، 3 سلاسل، في الفراغ اللي بعديه هعمل عمود، 3 سلاسل، في الفراغ اللي بعديه هعمل عمود، 3 سلاسل، في الفراغ اللي بعديه هعمل عمود، 3 سلاسل، اللي بعديها عمود، عمود. انا اهو خلصت العواميد اللي هنا، 3 سلاسل تاني، عمود بلفة. كل فراغ تقريبا بيقابلنا بنعمل فيه عمود بلفة. 3 سلاسل، هنا عمود بلفة، 3 سلاسل. هنعمل هنا في العمودين هنطلع هنعمل عمود غير مكتمل، وفي اللي بعديها هنعمل عمود برضو غير مكتمل، 3 حلقات على إبرة هنسحبهم كلهم. مش هنعمل زيادة ولا أي حاجة، هندخل في اللي بعديه على طول نفس الحاجة، تناقص بالشكل ده، هنسحبهم كلهم. هنرتفع 3 سلاسل وهنبتدي نكرر 3 سلاسل وهنكرر وهكذا. تمام. هخلص السطر وارجع لكم. انا خلصت السطر هنا، هنعمل السطر الاخير وقفلت، مش في السلسلة التالتة، لا قفلت في العمود نفسه. تمام. هنرتفع سلسلة وفي نفس الغرزة هنعمل غرزة حشو في الغرزة اللي بعديها، سوري. تمام. هنرتفع قد ايه بقى؟ هنعمل 3 سلاسل في العمود ده، اول عمود يقابلنا هندخل فيه ونعمل غرزة الصدفة، 1 2 سلسلتين، عمودين في نفس اللفة، في نفس العمود اهو. هنخش في اللي بعديه على طول، العمود اللي بعده ده هنعمل فيه عمودين، سلسلتين، عمودين في نفس الغرزة، عمودين اهو. هخلص ده كله وارجع لكم. رجعت لكم اهو بعد ما خلصت الصدفة كلها. تمام. هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 في العمود ده او في الغرزة اللي في النص اللي هو العمود التاني، يعني هنعمل غرزة حشو، 3 سلاسل، 1 2 3. بعد كده اي عمود يقابلنا هنعمل فيه غرزة صدفة، 2 في نفس الغرزة عمودين تانيين. تمام. وده هيبقى السطر الأخير، هعمله وهرجع لكم. أنا وصلت لنهاية السطر اهو. هنرتفع 3 سلاسل وهنقفل بغرزة منزلقة في غرزة الحشو بتاعة البداية كده.
نقص الخيط يبقى الشغل خلص معانا. شايفين كده الفستان خلص معانا اهو، شكله مش باين اوي من قريب بس تمام. ويلا بينا نعمل انا هنا كده خلصت الكم الاولاني ده شكله تمام، وهنعمل مع بعض الكم التاني. اول حاجة كده هنخش في العمود ده، شايفينه هنسحب الخيط وانا ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. في العمود اللي بعديه هنعمل عمود بلفة تمام. بعد كده سلسلتين، 1 2، هنسيب من تحت عمودين وهنخش في التالت، هنعمل 1 في العمود اللي جنبه 2 سلسلتين، هنسيب من تحت عمودين وهنعمل عمودين تانيين. شايفين هنفضل شغالين بنفس الطريقة لنهاية السطر. انا هنا وصلت لنهاية السطر هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلاسل، هنلف الشغل هنسيب العمود ده، هنخش في الفراغ هنعمل عمود سلسلتين وفي نفس المكان عمود بلفة تمام. في الفراغ اللي بعديه هنخش هنعمل عمود سلسلتين عمود بلفة في نفس المكان. في الفراغ اللي بعده نفس الحاجة، عمود سلسلتين عمود في نفس المكان تمام. هنفضل شغالين بنفس الطريقة لنهاية السطر. انا اهو في نهاية السطر تمام. دي اخر حاجة ارتفاع السلسلتين وفي نفس المكان عمود، بس مش هنكمله، هنسيب حلقتين على الابرة. شايفين العمودين اللي في بداية السطر دول؟ هندخل في السلسلة التالتة بتاعة العمود، هيتبقى لنا 3 حلقات على الابرة هنطلع منهم كلهم. هنلف الشغل تمام. حرف الفي ده هنخش هنعمل فيه منزلقة، هنرتفع 3 سلاسل 2 3. حرف الفي اللي بعده هنخش هنعمل عمود سلسلتين عمود في نفس المكان. في الفراغ اللي بعده عمود سلسلتين عمود في نفس المكان. في الفراغ اللي بعده أو حرف الفي اللي بعده عمود سلسلتين عمود. هفضل شغالة بنفس الطريقة لنهاية السطر. انا وصلت لنهاية السطر، اتبقالنا اخر حرف في تمام. هنخش نعمل عمود في الفي اللي قبليها، يعني الفي اللي قبليها اخر عمود في حرف الفي اللي بنعمله، مش هنعمله مكتمل تمام. هندخل في حرف الفي الاخير هنعمل عمود غير مكتمل وهنطلع منهم كلهم. شايفين؟ هنلف الشغل هنعمل في حرف الفي ده غرزة منزلقة، هنرتفع 3 سلاسل وهنشتغل في حرف الفي اللي بعديه عمود سلسلتين عمود في نفس المكان. في اللي حرف الفي اللي بعده عمود سلسلتين عمود تمام. هنفضل شغالين بنفس الطريقة نهاية السطر. انا هنا وصلت لنهاية السطر تمام. حرف الفي الاخير ده فاضل لنا ده، هنرتفع 3 سلاسل وفي السلسلة التانية من حرف الفي الاخير هنخش وهنعمل فيها منزلقة تمام.
وكده نكون خلصنا الكتف التاني. هنا هنبتدي نشتغل على ظهر الفستان. شايفين الجزء اللي احنا سبناه هنا، اخر غرزتين سبناهم، المفروض ده مكان الزراير. تمام، هنخش هنا في اخر عمود عملناه، وهنسحب الخيط، نرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هنعمل غرزة حشو. في السلسلة اللي بعديها نعمل حشو، في السلسلة اللي بعديها حشو، وهنعمل في كل غرزة في كل غرزة تقابلنا نعمل فيها غرزة حشو. هفضل شغالة غرز حشو لغاية ما اوصل للكورنر ده. انا هنا وصلت للزاوية دي، هنخش فيها وهنعمل غرزة حشو. بعد كده هنرتفع سلسلة في الغرزة دي اللي هي الغرز بقى بتاعة الصدر. هنخش في اول غرزة هنعمل منزلقة، سلسلة اللي بعديها منزلقة، سلسلة في اللي بعديها منزلقة، وهنفضل شغالين بنفس الطريقة، اللي هي سلسلة ومنزلقة في كل الصدر المربع. بس لما نيجي نوصل للزاوية دي هقولكوا تعملوا ايه. انا وصلت للزاوية اهو، في قبليها بس غرزة هنشتغل عادي منزلقة. الغرزة دي مش هنشتغل فيها، هنرتفع سلسلة وهنسيبها، هنخش في اللي بعديها نعمل منزلقة ونكمل باقي شغلنا عادي. الغرزة اللي فيها الزاوية مش هنشتغلها، وهنخش في اللي بعديها نشتغلها عادي، وهنفضل مكملين بنفس الطريقة لنهاية السطر. انا هنا خلصت السطر لحد الزاوية دي، تمام، وركبت هنا زرارين. اوكي، وحددت مكان الزراير هنا وهنا. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل في نفس الغرزة غرزة حشو، تمام. هنشتغل بقى من هنا مش من هنا، عشان لو دخلت من هنا الزرار مش هيخش، فهعمل من هنا غرزة حشو 2 3، تمام. شيل الزرار في اللي بعديها غرزة حشو، هشتغل بقى غرز حشو عادي في السطر الفوقية اهو. ولما اوصل للماركر التاني هشتغل برضو 3 غرزة حشو هنا، تمام. هخلص السطر وهرجعلك. انا هنا وصلت الماركر التاني اهو، هعمل في الفراغ ده 3 غرز حشو 2 3. هشيل الماركر وهكمل غرز حشو اهو. اخر غرزة حشو عملناها، تمام. وهقص الخيط.
دول العروتين لكم ده الزرار الأول وده الزرار التاني. تمام، وكده يبقى الفستان خلص معانا. كده يبقى الفستان خلص معانا. لو عايزين بقى تحطوا هنا ممكن تحطوا شريط ستان، او ممكن تحطوا مثلا تعملوا سلاسل وغرز منزلقة مثلا تلموا بيه الشغل، او مثلا ممكن تعملوه بلون مختلف مثلا لو انتوا عاملينه طقم، وهكذا يعني براحتكم. بس هو كده يكون خلص معانا الفستان. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير، وباي باي.